السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معنا في قناتكم أميرة للأعمال اليدوية. اليوم إن شاء الله كما وعدتكم في الفيديو السابق نتاع هاد الملاقية بدون إبرة. أنا خدمت هاد الملاقية لهاد الدفينة هادي. كما كتشوفوا القميص راني خدمته بهاد الشكل هكا، يعني يقدر يتلبس غير بوحدو، ولكن الدفينة ديالو غادي نخدمها ان شاء الله بهاد الشكل هذا هكا. هنايا عندي الحرير راني برماها على جوج نتاع الشعرات ما كتشوفوا، والابره هكا، والخديه اللي نقدروا نخدموا عليها. هنا نجي هنا تبت انا هنايا راني هاد الدفينه كلها مفينياها بالماكينه هكا. الكميمات هما مازال ما درتهمش ليها، انا بغيت نخدمهم حاجه بحاجه هكا. الفنيته غليظه هكا، نحاول نثبتها. شي فنيته اخرى هكا، ونجي هنا هاد الجانب. انا غادي نبدا من الجهه الفوقانيه هكا، نشد الابره تثبت الخيط هكا، وهنا كما كتشوفوا من بعد ما ثبت الخيط ثبتو جبت فنيتات صغار لان هذوك الكبار ما صلحوليش، ما كيخليوليش الخدمه سخيه. هنا نجيب وحده هكا، وهنا وحده، ولكن في نفس الوقت ما كيزيروش، ما نزيرش الخدمه. ونجي هكا بسم الله هكا. دائما نخلي عقيقه هكا، نخلي عقيقه ونضرب نضرب ما بين العقيقه والعقيقه الثانيه هكا. دائما نخلي هكا كما كتشوفوا، كنخلي الثوب تحت هكا. ونصرف هكا، باش في الاخير كتجينا هكا هاد الملاقيه ثابته. بالنسبه للاخوات اللي ما اللي كاينين في بعض الاخوات راسلوني قالك ما كيكونش عندهم الخيط نتاع هذا الخيط نتاع الصبرة او الخيط نتاع الحرير، يقدروا يستعملوا خيط عادي يثبتوا به، ماشي يعني بالضرورة انهم
يكون عندهم الخيط نتاع الحرير او الخيط نتاع الصبرة. هكا كتشوفوا، وكنبقى مستمرة بنفس الطريقة، ما كنزير، ما خصناش نزيرو حتى للحد وما خصناش نرخفو حتى للحد، يعني كنبقاو مستمرين كما كتشوفوا هكا بهذا الشكل هكا حتى كنساليوها كامله. غادي ندوز عليها بالدريسات نفس اللي درت معكم هكا كما كتشوفوا بحال هكا بالقميص، كل 2 عقيقات او كل عقيقه بوحديتها هكا، اما جوج بجوج ولا وحده بوحده، يعني كيبقى لكم الاختيار. انا هنا درت جوج بجوج حتى هنايا في هاد الدفينه هذه غندير 2 عقيقات ب2 عقيقات. وكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هاد الخدمه هذه، وتديروها وتجربوها للبنيتات ديالكم. انا درتها لبنتي وبنت الصديقه ديالي حتى هي خدمت ليها نفس الخدمه هكا، وكنبقاو مستمرين حتى كنساليو الخدمه ديالنا كامله. كنتمنى ان شاء الله هاد الملاقيه تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وما نكونش ثقيله على قلوبكم. كنتمنى جميع الاخوات اللي كيشاهدوني وكيتفرجوا لي وصديقات وفيات انهم يدخلوا لشهيوات اشرف ويتفرجوا، راه فيها شهيوات زوينين واقتصاديين وبساطين. كنتمنى ان شاء الله جميع المشاركين اللي يعني كيشاهدوني كل يوم في الجديد نتاع هذه القناه يدخلوا لشهوتهم اشرف ويشاركوا لي فيها ويدعموني في القناه الثانيه ديالي. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، شاركوا في القناه، ضغطوا على الجرس كيصيركم جديد ان شاء الله.